السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة محمود. كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم حلوة من الحلويات الزمن الجميل، سهلة وسريعة بدون زبدة، وكتحضر دفعة واحدة. دابا ما غاديش نطول عليكم، نمر باش نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو المقادير: 4 البيضات، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، قبصه ديال الملحه، مركز الحامض، 2 خمارات بيكين باودر، 1 الفاني والدقيق. كناخذ واحد الاناء كنكسرو فيه البيض، من بعد كنضيفو ليه كاس ديال سنيده ما يعادل 125 غرام، كنضيفو الفاني، كنضيف القبصه ديال الملحه باش نحسنوا الذوق، وكنخلطوا الخليط حتى تذوب سنيده. دابا كنضيفو راس معلقه ديال مركز الحامض، وهو اختياري، اللي ما عندوش ما يقدر يدير عقشر الحامض. كنضيفو كاس ديال الزيت ما يعادل 150 مليلتر من الزيت، ودابا غادي نضيفو الدقيق تدريجيا ونجمعوا العجين ديالنا. كنضيفو 2 خمارات بيكين باودر ما يعادل 16 غرام، ودابا كنجمعوا العجين. دابا غادي نضيفو كميه اخرى من الدقيق. انا خدات لي هاد الحلوه 425 غرام من الدقيق. ها هي العجين بعد ما جمعناها كتجي رطبه على هذا الشكل. كنقسموها النصفين، النصف الاول ديال الفاني كنقسموه حتى هو على جوج. كنكوروا العجين على شكل قريصات. ودابا غادي ناخذ النصف الثاني وكنضيفوا ليه 1 ملعقه كبيره من بودره الكاكاو، كندخلوها في العجين. ها هي العجين السوداء من بعد ما جمعناها غنقسموها حتى هي على نصفين، وغادي ندوروها كويرات.
ودابا كناخذوا واحد الطاوه كندهنوها بالزيت، كنقرصوا القرصه الاولى اللي اللون ديالها ابيض، من بعد كنضيفوا فوق منها وحده سوداء، من بعد وحده اخرى بنكهه الفاني، من بعد بنكهه الشوكولاته. على هذا الشكل كنوضعوهم فوق الطاوه وكنبداو كنقرصوا فيها. كنقرصوا على هذا الشكل في الطاوه كلها، كنرقوا الجوانب باش ما يجوش غلاظ. ودابا كناخذ واحد الفرشيط وكنتقبوا العجين ديالنا باش ما تنفخش لينا في الفرن. ومن بعد كندخلوها الفرن على درجه الحراره 180 حتى تحمر من التحت، ومن بعد نطلعوها من الفوق تحمر. ها هي الحلوه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن. كندوبوا الشوكولاط الاسود، كنضيفوا له واحد الملعقه ديال الزيت، كنخوو فوق الحلوه ديالنا من بعد ما بردات. ودابا كناخذ الشوكولاته البيضاء وكنعملوا خطوط فوق الحلوه ديالنا. ودابا كناخذ واحد العود كنعملوا به خطوط على شكل الملفين. ودابا غادي نخلو الحلوه ديالنا حتى تبرد باش نقطعوها. ها هي الحلوه ديالنا من بعد ما بردات. دابا كناخذ واحد السكين وكنقطعوها على شكل طولي. ودابا غادي نقطعو على شكل معين. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال اليوم اللي كتجي لذيذه بزاف، والاهم انها اقتصاديه وسهله. وكيف ما العاده قبل ما نكمل الفيديو غادي نقطع معاكم واحد الحبه باش نشوفوا كيف جات من الداخل. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وإلا عجبكم ما تنساوش توصلوه لاكثر عدد من اللايكات، وكذلك تشجعوني بالتعاليق ديالكم. الا ما كنتوش مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد الوصفات. وشكرا على حسن المتابعه، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.